ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. انا سجلت لكم الفيديو ده قبل كده، بس بقى حصل قلبان في الشارع. سبت الفيديو وقمت ابص فيه ايه بره كده، لقيت الجو ايه ده، ربنا يسترها علينا. انا مش عارفه بصراحه الفيديو ده هينزل لكم امتى، علشان النور قاطع والنت ما فيش شبكه حتى شغل داتا ولا اي حاجه. فربنا المستعان بقى. نبدأ كده نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت بقى ايه الأكلة دي كده بقى، أنا مش عارفة، قاعدة كده مش عارفة أعمل ايه. بفر كده على الفيس يعني، وأنا قاعدة وبتاع، لقيت حد منزل الأكلة دي. قلت والله اللي أنا قايمة عاملاها، أنا كده كده عندي الحاجة هقوم أعملها على طول. فجبت كده حلة بقى وفيها حبة زيت، ونزلت عليها ببصلاية كبيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسيب بس البصلايه كده تصفر، وسبتها كده على البوتاجاز بقى، ورحت على الحوض. كنت بنضف بقشر بتاع ده بتنجان، وبقشر بطاطس بقى وكده. قولولي بقى الجو نطر عندكم انتوا كمان ولا احنا عندنا بس؟ الدنيا عايمه خالص، والدنيا مش راضيه تقف خالص، مش عارفه في ايه. فربنا يسترها علينا، ومقطعوا النور كده عشان خاطر الكهرباء محدش يتكهرب ولا ايه، عشان النطرة شديدة وكده. فربنا يسترها بقى علينا وعلى كل الناس يا رب. ربنا يعين الناس اللي في الشارع، ربنا يسترها عليهم يا رب. قلت كده بقى اقلب البصلايه كده عشان برضو ما تتحرقش من ناحية وناحية، تكون لأ، تبقى كلها لون واحد. الجو برضو كاتم بس مخيف، صوت البرق بقى وصوت المية النطرة وكده. لا جو صعب بصراحة. المهم سبت البصلاية دوبها دخلت اصفرت كده، بس رحت نازلة عليها بقى ايه، كنت غسلة الرز، ونازلة عليه بالعدس برضو، غسلة حلوة. نزلت عليه بملح وحبة كمون وحبة فلفل اسود، ونقلبهم كده ياخدوا تشويحة مع بعض كده، عشان خاطر برضو ايه يكون مفلفل كده وحلو، مش يكون معجن. نزلت عليه كده بكمية المية المناسبة ليه، واسيبه كده بقى مع نفسه كده بقى. وقفت بقى هنا على الرخامة، نضفت الخضار كله اللي انا عايزاه. جبت توم كده، راس توم قشرتها علشان خاطر اعمل بقى دقة للبتنجان وكده يعني. هنشوف في اخر الفيديو يعني هنعمل ايه. المهم كده الفيديو اللي فات بجد انتوا فرحتوني فيه قوي، ربنا يفرح قلوبكم زي ما انتوا فرحتوا قلبي، ويسعدكم زي ما ساعدتوني بجد. انا بجد فرحانه قوي 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 منكم. الفيديو اللي فات ناس كتير جديده دخلت في الفيديو، بجد بشكرهم قوي وفرحانه قوي. هما الكومنت يعني الاسامي بتاعت الاكونتات بتاعتهم مش ظاهره الاسم بالظبط او كده، مش عارفه افهم الاسم يعني. فانتوا اكتبوا لي اساميكم في الكومنتات الجايه في الفيديو، على الفيديو دوت اكتبوا لي اساميكم وكده، عشان خاطر اعرف اشكركم بجد الفيديو الجاي. هو الفيديو ده فيديو بسيط كده وخفيف، مش كتير يعني. الجو بقى كان حر وكده، وبجد ما كنتش ايه، كنت مفرهده كده ومش عارفه اعمل لكم يعني ايه روتين وكده. كنت بقى مشطبه المطبخ مع نفسي وكده، وهو دخلت لكم كده بالاكل على طول. حطيت كده بقى، قشرت البتنجانيه كده، وحطيت عليها حبه ملح عشان تنزل ميتها، عشان لما تيجي تتقلي ما تشربش زيت كتير. ونقشر برضو بطاطسيتين كده نحمرهم جنب الكشري. زي ما بقول لكم بقى اكتبوا لي اساميكم كده في الكومنتات الجايه، وانا ان شاء الله الفيديو الجاي بقى اشكركم واحد واحد بالاسم. بجد فرحتوني قوي، ربنا يفرح قلوبكم بجد. وانا مبسوطه قوي ان انا ليا اخوات وصحاب زيكم، اللي من سني زي اختي، واللي اكبر مني في مقام خالتي، في مقام عمتي، في كل بجد، واللي في مقام امي اشيلها فوق دماغي كمان. فبجد ربنا يبارك لي فيكم، وانتوا بجد عيلتي التانية، ويا رب عيلتي تكبر بيكم كده. انا فرحانه قوي 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 الفيديو ده بصراحه. بس بشوف كومنتاتكم الحلوه بجد بتحفزني ان انا استمر،
وان شاء الله هستمر، وان شاء الله هنزل لكم باذن الله. ربنا هيديني القدره على ان انا انزل لكم فيديو كل يوم، فيديو باذن الله. دخلت كده بقى عملت قطعت البطاطس، وجايبه الكيس ده كده ايه بلم من عليه الحاجات اللي بتطلع، الفضلات اللي بتطلع مني اول باول كده، وابقى احطها على طول في الكيس الكبير بتاع الكمامه يعني، اعزكم الله. هنا بقى التوم حطيت عليه حبه ملح وحبه كمون وحبه كزبره، وندقه كده عشان انا مش بدقه بصراحه على الرخامه، بخاف على الرخامه اللي تتكسر. ببين لكم كده بس قدامكم، وبنزل بقى ايه اكمل كده في الارض تك 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 كده. انا بصراحه ما بحبش اعمله في الكبه ولا الكلام ده. دقه الحاجات دي يعني في الهون او في الصلايه زي ما انتوا بتقولوا بقى، بيبقى لها طعم تاني احسن من واحنا يعني احسن من الكبه. واحنا متربين كلنا على قبل الكبات والحاجات دي، كان في بيت اهالينا ما فيش بقى كبات والحاجات دي. الكبات دي لسه طالعه جديد كده، فكنا الاول برضو بنعمل في حديد في الصلايه يعني بالحديده وكده. المهم بقى كده دخلنا، عملت بقى الدقه كده، بتنجان بقى كده كان بيتقلي، وعصرنا عليه بقى ليمونتين كده حلوين وحبه خل، وانه نقطع بقى طماطميتين كده جنب الاكل برضو، يكون اكل حرش كده. انا بحب الاكل اللي هو الاكل ده في الصيف والله اكل بيبقى جميل. ويا بقى لو كان غير كده، يا بقى لو طعميه بقى وطبق مسقعه انما عندي بتنجان اللي هو الكوب ده، نعمل طبق مسقعه في يوم. بس المشكله ان يعني جوزي مش بيرضى بيه، ان هو يعني ايه بيقولك بيحرحر على الصدر في الحر ده وكده عشان خاطر التسبيكه بتاعته. لا بس تفتكروا والله هعمله. انا بحب المسقعه قوي اصلا، بالذات بقى لما بتبات كده في التلاجة. ياه، لا يا جماعه انتوا اتشوقت بصراحه. لا بجد هعملها معاكم في يوم، ممكن اعملها يوم الخميس عشان تبات منها، ونجيب جنبها طعميه وكده ونفطر بها يوم الجمعه على خير ان شاء الله. نشوف بس الدنيا تمشي معانا على ايه، وربنا بس يسترها كده من النطره اللي عماله بهدلت لنا الشوارع دي. والله كنت اصلا داخله البس ونازلين، بس للاسف بقى قلت خلصت كده. عملت طبق البتنجان وعملت جنبه طماطم، كام طماطمايه كده قطعتهم، ونعمل بقى طبق سلطه كمان بالمره وخلصت كده على ونقلي بقى برضو بطاطس والكشري بقى كده وخلاص يعني. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يعدي اليوم ده على خير كده ويبعد عننا الحاجات الوحشه يا رب. بجد النطره ديت يعني بتديكوا كده ان الناس في ثانيه ممكن الدنيا تتقلب والاحوال تتقلب. فبجد الناس تتعظ من الايام الصعبه اللي احنا فيها دي. ربنا يطلعنا منها على خير. محدش يكره الخير لحد، محدش يدعي على حد، محدش يتكلم في سيرة حد، محدش يطمع في حاجة حد. ربنا بجد يطلعنا من الأيام دي على خير. الدنيا مش مستاهلة يا جماعة، والله الدنيا ما مستاهلة. ندعي كتير في النطرة دي لطلاب الثانوية العامة، ربنا يعديهم السنة دي على خير ويجبر بخاطرهم ويجبر بخاطر أهاليهم إن شاء الله. هنا بقى كنت برش ملح وكمون على البطاطس، فقلت بالمرة احط على السلطة علشان خاطر ايه مش هدنا اجيب بقى في التوابل وكده. قطعت كده بقى كام طماطمايه على قرنين فلفل على خيارايه على حته جزرايه وكده وخلاص. قولي بقى مين بيحب الاكله دي زيي، بحب الاكلات اللي زي كده. انا بحب الاكل دوت، بحب البصاره، بحب الخبيزه. القرنبيط بصراحه مش قد كده لانه بيبهدل لي القولون، بس بحبه باكله يعني، مش بقول عليه لا، لو موجود باكله عادي.
بس جوزي ما بيحبش الاكل دوت، فمش بيشجعني ان انا اعمله بصراحه. بس باكل بقى ايه عند بيت اهلي لما بروح. امي عامله زيي بتحب، يعني انا اللي طالعه لها بصراحه باكل اي اكل، بحب اي حاجه، مش عندي حاجه بقول عليها لا بصراحه. هو بس طبعا كل واحد عنده ايه اللي الافضل، يعني بقول لك الاحسن فالاحسن. يعني انا عندي حاجات بحبها، بس في حاجات احسن من اكتر منها. زي مثلا لو خيروني بين الفاصوليا واللوبيا، لا بختار اللوبيا وما اختارش الفاصوليا. جوزي العكس، بحب الفاصوليا بس بياكل ده وده، بس لو خيروه بيختار كذا. شفتوا بقى الجو عامل ازاي يا جماعه؟ انا حطيت لكم المقطع ده كده في الاخر. بصوا بقى، انا مش عارفه بقى الفيديو هينزل لكم امتى. كان الجو كده بينطر، كانت الساعه بتهيألي 7. كان الجو عامل كده. وانا بسجل لكم الفيديو دلوقتي، فربنا يسترها بقى. الدنيا كانت بجد بتبخ بخ ما، ولحد دلوقتي شغاله. يعني هي قعدت فتره طويله بصراحه، وقاطعين النور بقى والنت ومفيش شبكه وكده. فانا مش عارفه الفيديو ده هنزله لكم امتى. يعني لو كانت على النور بس وعشان الواي فاي، لا كنت هشغل لكم مثلا الداتا. بس انا مش عارفه بقى هيبقى امتى. متنسوش بقى اللايكات والكومنتات ودعوه حلوه من قلوبكم لاختكم كده، وما تنسونيش في الدعوات الحلوه منكم. ومتنسوش اللايك والكومنتات الحلوه اللي بجد بتفتح نفسي على الحياه كده. باي باي.